حلقة جديدة من بودكاست وقت الريترو. النهاردة الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه هو الجزء الخاص بالبروسيس، الجزء الخاص بازاي ان انت تنظم شغلك، ازاي ان انت تنظم حياتك جوه مجال السوفت وير. عملية التنظيم هي اكتر عملية سهل ممتنع. هي اكتر عملية بتحتاج مجهود علشان تبدأ فيها، بس اول ما تبدأ فيها الموضوع بيبقى سهل وبينظم عليك حياتك. النهارده احنا هنتكلم على البروسيس وتأثيرها على المجال وتأثيرها عليك في الحياة العامة وفي الحياة العملية. والنهارده معانا ضيف واحد من أقوى الناس الموجودين في المجال، اللي ممكن يفيدونا في الجزء الخاص بالبروسيس. ياسر عبد الله. آه، مجرد معرفتي بيه أثرت معايا في كل حاجة في المجال، أثرت معايا كمان إن أنا بدأت أتعلم منه حاجات ما كنتش باخد بالي منها في فكرة الروتين وفكرة البروسيس وهكذا. إن شاء الله تبقى حلقة كويسة ونقدر إن إحنا نستفاد بيها. آه، ازيك يا باشمهندس ياسر؟ حبيبي، ازيك عامل ايه؟ يعني اي هوب ما تقوليش يا باشمهندس بقى، الحلقة طويلة. يعني لازم شوية فعلا. خلينا بقى ما نقولش باشمهندس خالص، يعني نشيل الألقاب. وهبقى اشرح لك ليه انا ما بحبش باشمهندس، بس يعني بعدين. بس يعني انا مبسوط ان انا معاك اكيد. ومبسوط بالفكرة عامة، فكرة البودكاست عامة. ويمكن وانا يعني بنتكلم شوية مع بعض، بندردش كده، قلت لك انا اول ما اقعد اصلا. يعني ناس كتير كانت قالت لي قبل كده تعالى بودكاست واحكي ونتكلم ونغني ونقول وبتاع، بس يعني كنت دايما بقول لا، يعني انا مش حابب الفكرة اصلا. بس لما انت قلت لي مش عارف ايه اللي جابك يعني فانا جيت بقى، فنستغل بعض انت بقى. انت منور الدنيا والله يا باشمهندس حبيبي ياسر. حبيبي. تاني يا باشمهندس ماشي. اول حاجه احنا محتاجين نبداها، محتاجينك ان انت تعرفنا مين باشمهندس ياسر عبد الله. انا مش باشمهندس، انا اسمي ياسر عبد الله. آه انا هحكي يعني الشورت فيرجن من قصتي، يعني اللي ليها علاقه بالسوفت وير عامه، بحيث ان يعني البودكاست اكتر رايح في الاتجاه او في السيكتور ده وفي القطاع ده بتاع السوفت وير عامه، او الحاجات اللي ريليتد بالسوفت وير. انا بدات بدات شغلي في السوفت وير تقريبا 2002 2001 2002. فاولموست بنتكلم في 24 سنه. ف 24 سنه أوه. فكل حاجه بقى، كل اكسبيرينس في الحتة دي، بداية السوفت وير ديفلوبمنت نفسه. اشتغلت فترة سوفت وير ديفلوبمنت كبيرة، وبعد كده كملت بعد السوفت وير. رحت بقى الحتة بتاعة الأجايل والبروسيس، مش علاقة بالمجال خالص. بس الحاجة اللي مكملة معايا لغاية دلوقتي يعني الباسكت بول بقى. أنا بقى لي فترة كنت بلعب باسكت بول زمان، ودلوقتي يعني محلل أداء منتخب مصر القومي رجال. فده اللي مكمل فيه دلوقتي. هما الاتنين ماشيين مع بعض، والاتنين ليهم علاقة ببعض. ما تسألنيش ازاي، يعني البروسيس والشغل في الباسكت بول هما ليهم، او تحليل الأداء، هما الاتنين نفس الطريقة يعني. فخلينا واحنا بنتكلم بقى نكمل تفاصيل، يعني عشان ما نضيعش وقتنا في الحتة الطويلة دي. يعني اعتقد ان الاكسبيرينس كبير. كلنا هنستفاد. انا اكتر واحد يعني منتظر الاسئله عشان اسمع اجابات، اتعلم فيه، يعني اخرج من البودكاست انا متعلم اكبر قدر ممكن. آم، احنا هنا في البودكاست احنا بنقسم الموضوع سبرنتس. يعني بنقول كل مرحلة، المرحلة دي بنجيب فيها كأننا في ريترو، بنقول إن إحنا عندنا مشكلة واحد اتنين تلاتة. أسباب المشكلة إيه، بنحللها وبنقول إيه الأكشنز اللي إحنا ممكن إن إحنا نستفيدها أو نعملها في السبرنت الجاي. وده طبعا إحنا الكلام ده علشان هو يفيد الناس اللي هي موجودة لسه في نفس السبرنت ده تبدأ تاخد الأكشنز من بدايته. فخلينا نبدأ النهاردة بالجينيور. يعني خلينا ندخل ان في حد دخل خلاص الشركة وبدأ ان هو يشتغل. عايزين نفهمه يعني ايه بروسيس. اوكي ماشي. الاول انا عاجبني الفكره بتاعت السبرنتات وال والاجايل يعني عاجبني السيم نفسه، سيم الريتروسبكتيف نفسه، ان دي قعده الريتروسبكتيف بعد ما
مخلصنا حياتنا يعني في حاجات كتير قوي، فنتكلم بقى فيها. بالظبط. آم، فتعالى يعني نتكلم على الجونيور كده. انا شخص جديد داخل مكان جديد. خلينا نتكلم انه حد خارج لسه من الجامعة مش عارف اي حاجة، هو داخل عامة. او للاسف يعني اغلب الاماكن الهيئات التعليميه في مصر عامه ما بتهتم انها تشرح الحاجات اللي ليها علاقه بالسوفت وير عامه. قليل قوي، او في الاونه الاخيره بقى في ناس بتفوكس كمان على القصص بتاعت البروسيس، على البروجكت مانجمنت، على البرودكت مانجمنت بقى. بيركزوا كمان في التفاصيل عشان آه، اي حد يبقى داخل خارج من جامعه داخل على سوق عمل جديد، يبقى عارف كمان يتعامل مع الناس دي ازاي، يتعامل مع التيمز دي بطريقة شكلها عامل ازاي. خلينا نقول ان البروسيس بس بشكل بسيط خالص هي حاجة ممكن تكون ملهاش علاقة بالسوفت وير، بس هي حاجة في حياتنا كلنا. أي حد في حياته بيعمل حاجة هو بيعملها ببروسيس. هي مجموعة من ستيبس كتير قوي بتتعمل أو قليلة whatever حسب حجم البروسيس نفسها، بتتعمل عشان تليد تو ان اوتبوت احنا محتاجينه بشكل ما. فأي حاجة أنت بتعملها سواء في يومك، في أسبوعك، في حياتك، هي بروسيس في الآخر. فدايما وانا جونيور انا داخل اي شركه ما صعبش الموضوع على نفسك، ما تحسسش نفسك انه البروسيس دي لا حاجه صعبه قوي، حاجه مكلكعه قوي. لا، هو الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع بس عمليه تنظيميه عشان نبقى عارفين اكسبكتيشنز انت ليك ايه وعليك ايه، ايه اللي انت محتاج تعمله للشركه وللتيم اللي معاك، والشركه كمان محتاجه تعمل معاك ايه او تساعدك ازاي، والتيم اللي معاك محتاج يساعدك ازاي عشان كلنا نطلع بنفس الريزلت في الاخر يعني. جميل جدا. يعني شرح مفصل شوية عن البروسيس، محتاجين ان احنا ناخدها بقى معانا كده احنا يعني ماشيين في الأسئلة، ونبدأ بيها بان الجونيور اصلا في الاول بيبقى بتطلب منه حاجة اسمها تاسك استيميشن. وتاسك استيميشن دي جزء مهم دي جدا دي عقدة عقدة في أي في في ديفلوبر. ال في البروسيس، دي جزء مهم جدا، انت لازم يكون عندك تايم. فالجونيور يظبط ازاي موضوع التاسك استيميشن؟ يعني أنا كنت بقول أنت بتتكلم، هي عقدة أي سوفت وير ديفلوبر. دايما أول ما تقول له استيميشن بتحس إنه كهرب، يعني في حاجة حصلت. إيه ده استيميشن؟ يا نهار أبيض، ده أنا ده كوميتمنت، ده أنا لو ما خلصتش ده أنا. طيب خليني أقول استيميشن من وجهة نظر اتنين مختلفين. أنا راجل اشتغلت سوفت وير ديفلوبر في وقت ما، وكان بيطلب مني أحط وباي ذا واي أنا لما اشتغلت سوفت وير ديفلوبر ما كانش ساعتها في اجايل، ما كانش في بروسيس، ما كانش في الحاجات دي خالص. مم. ما كانش في حتى الحاجات اللي هي الناس دلوقتي بتتعلم منها، اليوتيوب ولينكد ان كانش في الكلام ده خالص. مم. ف... فانا شفت وانا سوفت وير ديفلوبر لما كنت بعمل استيميشن كان بيفيدني انا في ايه، ولما بقيت في الحته بتاعه البروسيس عامه، او الحته بتاعه البروجكت مانجمنت نفسها، شفتها بيحتاجوها في ايه. فهو انا هحكي الاول من ناحيه از بروجكت مانجر او از بروسيس ليد. الموضوع انت بتحتاج الاستيميشنز في ايه. انت دايما الناس ما بتبقاش فاهمه. انت عندك بروجكت، البروجكت ده منتج برودكت هيتباع بشكل ما، البرودكت ده ليه ثمن. الثمن ده بيتحدد على ايه؟ يعني ايه اللي بيحدد ثمن البرودكت ده؟ الناس ما بتبقاش فاهمه. الناس بتحس انه يقول لك الامباكت بتاعه في السوق، اوكي، يقول لك حجم البرودكت، اوكي، يقول لك مش تفاصيل كتير قوي، بس هي في اجابه واحده بتلخص القصه: الوقت. هو البرودكت ده بيتحدد الكوست بتاعه بيزد على الوقت. مم. هو هياخد مننا وقت شغل قد ايه عشان نطلعه السوق. الوقت ده بقى هيكلفنا الشركه، هيكلف مان باور، هيكلف معدات، هيكلف كل الحاجات اللي بنتكلفها دي تتلخص في وقت. فانا في الاخر از حد من ناحيه المانجمنت انا محتاج اعرف الوقت اللي دي هتخلص فيه، على اساس حاجات كتيره قوي. اول حاجه هبيع بكام، وهبيع امتى، هنزل بالماركتنج كامبينز بتاعتي امتى، هسوق امتى، هشتغل امتى، هاخد فيدباك من الكاستمر امتى. فكلهم فيهم امتى فامتى دي تايم. بس ده من الناحيه دي. طيب انا من ناحيه از سوفت وير ديفلوبر، ما هو انا نفس الكلام. هو انا النهارده جات لي تاسكايه هشتغل عليها، هو انا حابب فكره ان انا التاسكايه تفضل معايا عايمين مع بعض ايام وسنين؟ لا، ما انا محتاج اشوف اتشيفمنت. عشان اشوف اتشيفمنت انا محتاج اعمل نفسي تاسك مانجمنت او تايم مانجمنت بشكل ما، عشان يليد ان انا اطلع التاسك دي في التوقيت الفلاني. حلو. مظبوط. طيب فعشان اعمل كده انا محتاج اخد التاسكايه دي اللي جات لي، اكسرها لحاجات صغيره قوي، صغيره كتير قوي،
ده هيساعدني ان انا يبقى عندي تشيك ليست شغال عليها او تاسك ليست كده شغال عليها بخلص اول حاجه. تاني حاجه هيبقى عندي فيزابيليتي كمان اللي انا فين من التاسكايه، انا خلصت نصها، ربعها، تلات ارباعها. فحتى اللي انا بقوله ده هو تايم في الاخر، يعني انا خلصت ربعها، ما هو انا ممكن اسهل على نفسي اقول بالتايم. فهو تسهيلا عليك انت كجونيور لما تدخل اتعود دايما اي تاسكايه تاخدها تكسرها لاصغر اجزاء ممكنه تقدر تعملها، اصغر جزء ممكن. احنا بنسميه عندنا في سب السوق تاسك. السب تاسكايه الصغيره اللي هي ايه، دي اللي بتحرك بيها على طول. خلي دايما السب تاسكايه دي ما تمدش معاك لليوم اللي بعديه دايما. دايما دي اكتر نصيحه بقولها لاي حد، مم. سب تاسكايه ما تعديش اليوم. ليه؟ عشان تمشي اخر اليوم وانت ناقلها حاسس باتشيفمنت، عملت حاجه. وتاني حاجه قادر تقيس انت خلصت قد ايه كل يوم. ما تبقاش اللي هي سب تاسكايه عايم فيها 3 4 ايام فانت ما عندكش اوتبوت، فالناس عماله تسالك هتخلص امتى. فانت دايما بيتا بلاننج، اعمل بلاننج كويس قوي، قسم سب تاسكات كويس قوي لتفاصيل تشانكس صغيره تخلص في يوم. وبعد كده هتلاقي الموضوع مع الوقت بدأ يتحسن يعني. ممتاز. أم، انا حطيت سب تاسكس و... وجيت وانا في نص التاسك كده، يعني شفت ان انا كنت حاطط الاستيميت غلط. كنت متوقع ان دي تخلص مثلا في يومين، وفجأة انا جبت يومين، والسب تاسكس اللي معايا دي انا لسه في نصها. هل في اكشن الجونيور ده المفروض يعمله في اللحظة دي؟ انت جيت بقى في حته مهمه قوي، الحته بتاعت امتى اعمل ريزنج فلاج للمشكله اللي موجوده عندي. وليه ما بقاش خايف من ده؟ عشان هو مشكله الجونيور النهارده انه بالنسبه له انا لو رحت قلت ان انا في وسط التاسكايه عملت استيميشن غلط، واللي باقي ده بدل ما كان هيخلص في يومين هيخلص في 5 ايام، هيعلقوني. يعني هو واقعيا الموضوع مش كده خالص. هو في تيم تاني الريسبونسابيلتي بتاعته ان هو يعمل ريسك ميتيجيشن ده ويشتغل عليه. فان هو لما يطلع عيد فلاج زي ده، طب هديك اكزامبل مختلف. وات اف ان انا جيت في نص التاسكايه دي تعبت، حصل لي لا قدر الله اي ظرف ما منعني ان انا اكمل، مش نفس القصه، ما انا التاسكايه ما كملتش صح، بالظبط. خدت برضه نفس اليومين او خدت اليومين الزياده فطولت مني. فانا هنا بس محتاج ما اخافش، انا از جونيور ما اخافش اقيس فلاج واقول يا جماعه انا في مشكله، انا عملت اندر استيميشن. انا كنت فاكر ان السكوب بتاع التاسكايه دي كذا، ولما عملت انفستيجيشن شويه وبدات ادخل في التكنيكال تاسكس واشتغل في الحاجات، الدنيا ضربت مني شويه. فدي اول حاجه، يبقى انا اول حاجه محتاج ما اخافش اقيس الفلاج. اللي بعد الفلاج ايه اللي هيحصل ما تشيلش هم، مالكش دعوه بيه. انت كده كده حط البلان بتاعتك بس صح. وعشان كده قلت في الاول خالص انت محتاج تعمل بلان كويسه قوي وتقسم التاسكات لتشانكس صغيره قوي. ليه بقول التقسيمه؟ لان التقسيمه دايما بتبين لك الديتيلز. فانت لو ما قسمتش انت ما بتشوفش المشاكل اللي مستخبيه، انما اول ما بتقسم بتبتدي تبوب اب كده شويه مشاكل انت ما كنتش شايفها. فده بيساعدك. فاول ما هيس فلاج هو في تيم موجود سواء بقى في المكان اللي انت فيه، اسمه اي مسمى في كل مكان، ليه مسميات كتير قوي، دي قصه بقى ممكن نبقى نتكلم فيها برضه عليها. بس هو بقى سكرام ماستر، بروجكت مانجر، اجايل كوتش، مش عارف ايه، بروسيس ليد، في مسميات كتير قوي، تكنيكال ليد. بس في الاخر الشخص ده هو مسؤوليته ياخد بقى الريسك اللي انت قلته ده والفلاج ده يحوله لاكشن بلان بي، اللي هو خلاص بقى احنا كان عندنا بلان ايه هيطلع فيه واحد اتنين تلاته، هنطلع بلان بي. خلينا ازود بس معلومه صغيره في شغلنا، احنا دايما عندنا بلان بي مم. من قبل ما انت تطلب، من قبل ما انت ما تطلع تقول انا عندي مشكله. ليه؟ لان انا دايما جزء مهم في شطاره الشخص اللي بيشتغل في الحته دي انه يبقى كمان مش باصص على شغله بس، هو باصص على ريسك اللي ممكن يطلع تكنيكال. مم. فلازم دايما بيروح للتكنيكال ليد يساله، يقول له هو التاسكات دي بالاستيميشنز اللي هتخلص مثلا في 3 4 ايام في ريسك انها ممكن تتاخر شويه او حاجه. فيقول لك احنا عندنا تكنيكال تشالنج في الحته الفلانيه فممكن تضرب مننا، بس لو ضربت مش تضرب كتير قوي. فشطاره دايما الشخص اللي ماسك السكرام ماستر او السكواد مانجر ده انه هيسال اسئله للتكنيكال ليد تطلع الريسك نفسه فين، في ريسك ولا مفيش، عشان يعرف يعمل بلان بي. فالبلان بي انا هكفر ب 20% كمان، فهحط 20% كمان بافرنج عندي عشان الدنيا لما تضرب. فانت بقى لما هتقيس الفلاج دي انا هبتدي ايوز ال 20% دول. لو انت ما قستش الفلاج ده ال 20% دول مش موجودين، بنقرب من التايم لاين من الديد لاين، ما خلصناش فجينا يوميها قلنا ده احنا مش هنلحق نخلص، دي بقت مشكلة.
لان انا كده اثرت على تيمز تانية كتير قوي حواليا كانت حاطه بلانز بتديبند عليا. يعني ممتاز. هو دلوقتي الجونيور دخل اخد تاسكس، قسمها سب تاسكس، حط الاستيميتس. حصل معاه مشكله في نص الوقت، هيريز الاستيميتس بتاعه، هيريز الفلاج بتاعه ان هو في مش عنده مشكله في بالظبط. الاستيميتس. وهنا تنتقل المسؤوليه للشخص بقى الاكبر سينيوريتي منه، او الليد، او السكواد مانجر، او ايا كانت الوظيفه. عملت الخطأ ده مرتين ثلاثه، وانا كده بدأت اخاف كجونيور. انا شايفه يعني من وجهة نظري كأن بتأنيب ضمير وبجلد ذات. وفي جونيورز انا اعرف ناس سابت الشركة لما عملت غلطتين ثلاثة شبه كده من نفسهم اصلا، اللي هو ومن غير ما يقول يعني انا خلاص يا جماعة انا مش مكمل مثلا في المكان، مع ان عادي كان ممكن يكمل. آه الفيدباك يعني حته مختلفه تماما. بس كويس انها جت في التوقيت ده، لانه يعني اكتر وقت او اكتر شخص محتاج يدي فيدباك او ياخد فيدباك هو الجونيور. تمام. دايما ليه؟ يدي او ياخد. يدي او ياخد الاثنين. لانه هي الناس دايما بتفهم انه فيدباك ده انا لازم افضل قاعد مستني حد يجي يديني فيدباك انا عامل ايه. لا، هو انت كمان محتاج تدي فيدباك في التوقيت ده. محتاج تقول احساسك ايه، محتاج تقول انا عندي مشاكل في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة من قبل ما حد يجي كمان يسألك. ليه بقول كده؟ لانه آه، جزء من الشغل هو الامبروفمنتس اللي بتحصل. انا النهارده شغال في اي شركه في اي حاجه بعمل اي حاجه. آه، هو انا احسن ازاي من غير ما يبقى عندي سواء ميتريكس انا بقيس عليها او فيدباك طالع من الناس بيقول ان السيستم ده مضايقنا في واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. فانا دايما هبتدي اروح هعتمد على الفيدباك اللي بيجي لي من الناس. اكتر فيدباك بحب اسمعه دايما وانا شغال الجونيورز الاول مش السينيورز. السينيورز كده كده انا عارف هيقولوا لي فيدباك في انهي حته في انهي سكوب، كلامهم بيبقى تو ذا بوينت شويه عشان هم عندهم اكسبيرينس فبيديك حاجات. انا دايما ببقى عايز اسمع الفيدباك بتاع الشخص اللي اصلا ما عندوش سيستم، اللي هو جونيور لسه جديد مش فاهم اي حاجه. مم. فدايما بيبقى فريش اي بالنسبه لي انه بيقول لي حاجات من بره السيستم نفسها، فبيبتدي يدي فيدباك على حاجات من بره السيستم. فالجزء المهم في الموضوع زي ما انت بتقول عشان ما نتوهش، لان هو الحاجات دي كل حاجه فيهم لو فتحنا فيها ممكن نقعد 3 ايام اسبوع شغال بنتكلم بالظبط. فيها. فاهم حاجه في الجزء ده ان انت از جونيور زي ما انت قلت انا مش محتاج احس بتأنيب ضمير باي شكل من الاشكال. ما هو انا اسمي جونيور عشان انا بتعلم، عشان انا مظبوط. بتطور. فانا مش شخص بقالي 10 15 سنه شغال عشان ما اغلطش. او باي ذا واي لا خمسة اللي 20 سنة شغال بيغلط. بقاله 50 سنه بيغلط. بالظبط. يعني تلناهم انا بغلط، انا قلت لك انا حاجه 20 سنه بغلط عادي خالص والخطأ ده جزء من البني ادم، شغلانتنا كبني ادمين في الحياه يعني. فدايما ما تحسسش نفسك بتأنيب ضمير. محتاج دايما تشيل الفيدباك بتاعك، تبتدي تقول اللي انت حاسه دايما دايما بشكل دوري كل يوم. وروح للسينيور بتاعك قول له بقول لك ايه، انا عندي مشكله في كذا، انا حاسس ان انا دايما باندر استيميت الحاجه. ده فيدباك بوزيتيف، بوزيتيف فيدباك. فانت لما تقوله السينيور ده هيبتدي يدور ازاي يساعدك. طيب من ناحيه السينيور هيبتدي يجي يسالك على الفيدباك بتاعك في واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. فدايما شيرنج الفيدباك بيساعد على الامبروفمنتس، وهيساعدك انت قبل ما يساعد المكان اللي انت شغال فيه يعني. ممتاز. أم، لو احنا حبينا نقول للسينيور نصيحة، للجينيور نصيحة، أم، النصيحة دي تفرق معاه في الفكرة الخاصة بالبرودكتيفيتي وكده. انا ممكن اقول نصيحتين هما برضه ليهم علاقه بالتايم. مش عارف ليه التايم عامل لنا ازمه في حياتنا او يعني. بس هو كل حاجه ليها وقت يعني. وانت في المرحله بتاعت الجونيور ليفل دي، اول حاجه انت محتاج ما تستعجلش. كده كده هتبقى شاطر في يوم من الايام وهتبقى متطوع، هتبقى كبير في يوم من الأيام. ما تستعجلش على الحاجه يعني، اعمل كل حاجه في وقتها. النقطه المهمه جدا اللي انا بقولها على طول، بقولها نصايح بقى سواء للجونيور او السينيور او اي حد في الليفلز دي. بقول اصحى بدري. بقول الكلمه دي على طول، اصحى بدري. مم. يعني ايه اصحى بدري؟ يعني ابدأ يومك بدري. ما تعتمدش ان انا اصحى الساعه 11 الظهر فتعبان فاقوم فعقبال ما افطر عقبال ما. ابدأ يومك بدري.
بداية اليوم بدري بتخليك دايما منجز اكتر بكتير قوي مما تتخيل. جرب لو انت شخص بتحب تشتغل في نص اليوم او اخر اليوم، جرب وتعالى ابعت لحويل بقى، مش ليا، اقول له الموضوع ده اثر فيك ازاي. اقعد اسبوع، اصحى وقت الفجر، صلي الفجر مثلا، ومن بعد صلاة الفجر اقعد اشتغل على التاسكات اللي كانت معاك هتشتغلها النهارده، وشوف ايه اللي هيحصل. هتكتشف ان انت كنت فوكسد اكتر بكتير جدا، لانه الوقت ده المخ بيبقى لسه فاش وصاحي وفايق ونشيط. وافطر طبعا كويس، والكلام اللي بتقوله كل ماما في البيت ده، شرب لبن كويس وافطر كويس وغذي نفسك يعني. واصحى بدري، ابتدي اشتغل، خلص التاسكات بتاعتك، وبعد كده روح الشغل. الكلام الناس تقول لك اشتغل في وسط اليوم ومش اسمع مني. يخلص تاسكاته قبل ما يبدأ خلص الشغل. تاسكاتك قبل ما تروح الشغل، مم. قبل ما تروح الشركه، لو انت مم. طبعا عندك السماحيه، لان في اماكن طبعا ما ينفعش عشان فور سكيورتي ريزونز مثلا، محتاج اشتغل جوه المكان او جوه البيلدينج بس لو عندك اتاحه ان انت تقدر تعمل ده، اعمل ده، اعمله الصبح بدري. هتلاقي ان انت طلعت تاسكات بكواليتي عاليه جدا جدا، طلعتها في وقت اسرع كتير جدا. رحت الشغل، بقت حياتك كلها في الشغل ان انت تشوف اللي جاي. فانت بتنفستيجيت لتاسكات بكره، عندك ميتينجز عايز تخلصها، عندك بيب بروجرامنج مع حد زميلك هتقعد تتكلم معاه في حاجه، وتريفيو بياز، هتعمل اي حاجه، هتقعد تخلص الوقت ده. عندك تاسكات زياده عايز تنجزها، هتنجزها، فبقى عندك وقت. وهتروح البيت هتلاقي نفسك مخلص اللي عليك، ومفيش ضغط، مفيش اي حاجه، وهتنام. فدي يعني دي نصيحه بره بره الصندوق كده، بس جرب جرب اعملها. يعني احنا ما بنجرب ان احنا نشتغل بدري بنطلع اوتبوت يعني كبير. انا في شركه من الشركات كان الستاند اب، يعني احنا شغالين قبلها، الستاند اب كان الساعه 7 الصبح. فكنت بصحى الفجر، اخلص تاسكات، اخش الستاند اب، اقول السيلز بتاعتي، بالظبط. وبنقفل الشغل الساعه 2. بالظبط. خلاص، كأننا رجعنا للفكرة بتاعت الساعة، تروح الساعة 2 وتمسك البطيخة ايوه. وتغسل بالظبط. الحاجة دي. بالظبط. وكان كله طبعا ريموتلي، فكان ده كان أفضل فترة الواحد كان بيطلع فيها إنتاجية، لأن انا هو كان غصب عنك أنت تصحى بدري. بالظبط، انا خدت فتره يعني تكميل على كلامك، خدت فتره برضه عملنا ده في رمضان في شركه من الشركات. كنا نصلي الفجر ونطلع نعمل ستاند اب اول ما نوصل، يعني نصلي الفجر ندخل الشركه نعمل ستاند اب. انت متخيل بنعمل ستاند اب الساعه 3 ونص الفجر؟ مم. حاجه يعني، فاهم؟ وكنا بنمشي الساعه 11 خلص يومنا. فتخيل بقى معاك 11 في رمضان، انت بتعمل ايه؟ تروح بقى تنام وتصحى وتصلي وتقرا قران وتشوف معارفك وزمايلك وعزوماتك، وبالليل تلعب كوره وتعمل كل حاجه، فاهم؟ فعندك وقت، وبعد كده بتنام وتصحى على الفجر. فالموضوع كان لا مختلف جدا، وبوزيتيف انرجي بقى انت مش متخيلها، رهيبه يعني. بس يعني انا مش عايز مش اقول كل بتحصل في الناس، كل الشركات كده، ما مش ينفعش كل الناس طبعا طبعا، ومش كل الناس على فكره عندها برضه قابليه انها تعرف تصحى بدري وتنزل. يعني ممكن الناس الرياضيين شويه واللعبوا رياضه كتير، الموضوع بالنسبه لهم بيبقى اسهل. بس جرب اعمل الموضوع ده وهيفيدك كتير قوي يعني. أعتقد إن الجونيور دلوقتي المفروض إن هو عارف إيه هي البروسيس، وعرف دلوقتي إزاي يعمل استيميت جوه التاسكس بتاعته، جوه السبرنت، وكمان يقسمها لسب تاسكس، ويحط تايم إزاي، وياخد فيدباك، وعرفناه إزاي إن هو يصحى بدري وهكذا. هنتنقل للشخص اللي بيليد السكواد، او الشخص اللي انت قلت عليه مسميات كتير دلوقتي، اللي هو ممكن يبقى سكرام ماستر، ممكن يبقى او اي دليفري، اي ممكن حاجه بقى، كل يبقى شركه بتسمي اللي هي اه عايزاه يعني. بقى في تمام. برودكت اونر، اوقات هو اللي بياخد الريسبونسابيلتي دي في بالظبط. اماكن كتير. بالظبط. ازاي ده يعرف ان البروسيس اللي هو حاططها اصلا يعني قادره ان هي تطلع اتشيفمنت كويس في الشركه مع التيم ده؟ بص الحقيقة ده جزء من تاني من شطارة الشخص بقى اللي في البوزيشن ده. طيب، انت اول حاجة قلتها حتة مهمة جدا، انت قلت البروسيس ده للتيم ده. دي مهمة جدا، بالظبط. عشان الناس دايما فاكرة انه الشخص بتاع البروسيس ده هو بياخد بروسيس معاه كتاب، الكتاب ده هو بيتحرك باسمه كتاب البروسيس، انا واخده من الشركة دي هروح اطبقه في الشركة دي بحذافيرها. خليني اقول لك، ده اكبر فشل ممكن تشوفه في حياتك. مم. واكتر حد ممكن يبقى فاشل في حياته اللي دايما شايف انه انا هشتغل بالكتاب ده، الكتاب ده هينفع في كل حاجة. على فكرة انا اللي يعرفني في سوق مصر يعني عارف ان انا عندي اختلافات مع اغلب
الناس اللي بتتكلم اجايل في مصر، اغلبهم مش اختلافات سيئه، اختلافات كويسه، لانه في جزء منهم كبير معتبر الاجايل ده كتاب. بيقول لك الاجايل ده كتاب، في مانيفستو، في ليست لازم نعملها، لازم كل مكان نروح فيه لازم اعمل ستاند اب. لا، هو مش لازم اعمل ستاند اب، هو مش لازم اعمل ستاند اب. هي الاجايل في الاساس هي مايند سيت. مايند سيت، الناس بتوع الاجايل اللي حطوا اجايل قالوا كده، ما قالوش ان هو سيستم لازم تمشيه بحذافيره. ايه هي البروسيس بعيد بقى عن اجايل؟ هو الاجايل فريم ورك من الفريم وركس اللي انت ممكن تستخدمها از بروسيس. طيب هل في حاجات تانية؟ ممكن اعمل اي حاجة تاني، ممكن اعمل كاستم ميد بروسيس في الشركة بتاعتي واسميها حماد، مم. عادي جدا، واشتغل بيها. بس البروسيس دي محتاجة تعمل ايه؟ محتاجة تفت التيم، تيم داينامكس اللي موجودة جوه الشركة دي. فجزء مهم جدا في المعادلة هو التيم. فانا اول حاجة انا محتاج اعرف التيم بتاعي، التيم بتاعي حجمه عامل ازاي، الليفلز اللي موجوده فيه عامله ازاي، بيطلعوا اوتبوت شكله عامل ازاي، الكواليتي بتاعتهم ايه، التايمنج والاستيميشنز بتاعتهم مظبوطه مش مظبوطه، في انهانسمنتس محتاجين نحطها ولا لا. اول حاجه خالص بتعملها انت بتبتدي تاخد فيدباك. فتبتدي عشان ده كده بقول جزء مهم جدا انه الجونيور يدي فيدباك والسينيور وكل الليفلز دي. فتبتدي تاخد فيدباك وتعمل وان اون وانز كتير. ليه؟ عشان تعرف البين فين، البين في السيستم او في المكان ده فين او في التيم ده فين. انا ليه بحكي القصه دي؟ عشان هاجي كمان شويه اقول لك هو ده هيفيدني في ايه بقى قدام. فبدات اسال كل الاسئله بتاعتي اللي تخليني ابتدي ابيلد لاير اوف البروسيس دي ينفع يماتش التيم ده، يماتش الدي تو دي اكتيفيتيز بتاعت التيم ده. اللاير اوف بروسيس ده بقى ممكن ما يبقاش فيه ستاند اب عادي خالص، ممكن ما يبقاش فيه توسبكتيف عادي خالص، ممكن يبقى فيه حاجات تانية بتعوض ده. يس. فهو حسب التيم داينامكس نفسها، حسب البيزنس نيد نفسه، انا ببتدي اديزاين بوس. طيب خلصت ديزايننج للبروسيس دي، طب هو انا مكسبكت ايه من التيم؟ انا مكسبكت من التيم شويه حاجات. مكسبكت من التيم ديليفري في وقت معين بتايم معين، مكسبكت من التيم كواليتي معينه استلم بيها الشغل ده، مكسبكت نقطه مهمه جدا الناس بتغفل عنها، تيم ساتسفاكشن. هو التيم ده مبسوط ولا لا؟ مم. التيم ده مضغوط ولا لا؟ التيم ده هيكمل معايا لقدام ولا لا؟ طب التيم ده هيعرف يسكيل ولا لا؟ كل الحاجات دي بوينتس مهمه جدا. انا لازم يبقى عندي ال... سواء بقى هنسميها الاوكي اوز او الكي بي ايز الكبيره او وات ايفر هنقسمها ازاي، لازم يبقى عندي الميتريكس اللي انا بقيس عليها شغلي. واحنا بنسميها انترنالي كده، بنسميها الهيلث تشيك. الهيلث تشيك ده انا بقارنه مثلا كل شهر، كل كوارتر، حسب برضه الفلو بتاع الشغل عندنا طبعا في المكان اللي احنا فيه. فسي مثلا هقول انا كل شهر انا محتاج اتشيك اشوف احنا بالسنتجز بتاعت الاوت بتاعتنا از برودكتيفيتي شكلها عامل ازاي، محتاج اشوف الكواليتي بتاعتنا شكلها عامل ازاي، هقيسها طبعا عن طريق بقى الديفكت ريت، الباجز اللي بتطلع، التفاصيل دي كلها. والنقطه الثالثه المهمه تيم ساتسفاكشن. التيم ساتسفاكشن هقيسه ازاي؟ هيقيسوا بسيرفيس بوان اون وانس بقعداتنا. هقعد مع حد دايما سيرفي بشكل معين، اساله شويه اسئله معينه ليها علاقه بالبروسيس، قد ايه انت مستريح مع البروسيس دي، قد ايه عندك كونفيدنت بيها، قد ايه بتطلع على الحاجه في وقتها. طب انت حياتك اللي بره شكلها عامل ازاي؟ اللي احنا الناس بتسميها بقى الورك لايف بالانس. هي مش ورك لايف بالانس قوي، اسمها الورك لايف انتجيشن مش بالانس، عشان البالانس دي كلمه خاطئه شويه. لانه ما فيش حد ناجح في حياته من الناس اللي وصلت في اي حته ما كان بيروح الشغل الساعه 9 ويرجع الساعه 2 الظهر ينام. ده مش موجود. الخناقة دي احنا لازم نكملها النهارده، ما ه- دام انت قلت كده اه احنا الخناقة دي احنا يعني هنحتاج نتخانق الخناقة دي دلوقتي، يلا يعني نتخانق. هنشوف، بس خليها في الآخر تمام. يعني عشان بس ما اقطعش الحق تمام. يعني القصة. فبس فهي ده كان جزء من القصه، ان انت يبقى عندك دايما الميجرمنتس او الميتريكس اللي انت بتقيس عليها، ولازم تبقى ميتريكس ثابته. ما ينفعش ابقى الشهر ده بميتريكس، الشهر اللي بعديه بميتريكس تانية خالص. هي ميتريكس لازم تبقى واضحه ثابته عشان اقدر اقيس عليها. ولما اقيس لو في حاجه محتاجه امبروفمنت وتشينجنج للميتريكس دي، اوكي الميتريكس دي هغيرها. وبعد كده هعمل السيستم بتاعي، وكل فتره برضه كل سايكل او كل التايم اللي انا حاطه لنفسي ابتدي اقيس بعد كده، عليه. نروح لنقطة من النقط اللي بتبقى موجودة في كل، يعني معظم الشركات، آه، وهي فكرة الستاند اب أو ما يعادلها. اوكي. آه، احنا دايما، أنا واحد من الناس دايما كان فكري إن الستاند اب ده كنت بعمله علشان أعرف
الستيتس اللي خلصت امبارح واللي عايزين نروح نعمله النهارده. بدأت اكتشف ان في ابعاد تانية. الستاند اب ايه بالظبط؟ تمام ماشي. هي فكرة الستاند اب هي الأبعاد التانية مش الستيتس. لو هو الستيتس كان الميتنج ده بقى اسمه ستيتس ابديت. بس هو واقعيا لما تبتدي تشغل الستاند اب ده فترة، الستاند اب هتكتشف ان هو هدفه الاساسي حاجة سهلة جدا. هدفه الاساسي ان احنا نقول للبعض صباح الفل. تصحى الصبح تخش تقابل التيم بتاعك، تشوفوا بعض تقولوا لبعض صباح الفل. طبعا القصص بتاعت الكورونا والفيلم ده سنة صعبت القصة دي، بس على الأقل بنتقابل في ميتنج ما في وقت ما في بداية يومنا خالص، بندخل نصبح على بعض عاملين إيه الأخبار. لو أنت بتسألني أنا إذا حد بقى مسؤول عن القصة بتاعت زي ما قلنا البروسيس أو الأجايل في التيم يعني، انا ببقى مهتم جدا ابص لوشوش الناس، ببقى مهتم اعرف مين النهارده جاي اوب مود ومين مركز وفايق وصاحي وجاهز. ليه؟ ده بيساعدني في بقية اليوم في انه لو انا عرفت في الستاند اب ان الشخص ده متضايق بسبب ما، ونكشته بعد الستاند اب كده واكتشفت ان عنده مشكلة مثلا في البيت، ومش محتاج اضغط عليه بقى طول اليوم، مش محتاج اقعد اقول له دي هتخلص امتى ودي هتعمل ايه ودي ما خلاص يعني. كول داون بقى عشان الراجل ده جاي النهارده متضايق فانا محتاج اساعده. بالعكس، انا كمان هدور ازاي اساعده عشان اخرجه من المود اللي هو فيه. فدي نقطة مهمة جدا. فهو الستاند اب هدفه الاساسي، ليه بقول كده؟ لانه هو الستاتس ابديت هو انا سهل جدا اجيبه من التولز، من جيرا، من سواء عامل جوجل شيت، عامل وات ايفر اللي انا بتاعك عليه التاسكس بتاعتي. لو انا التيم بتاعي معوده ان هو بيشتغل بيخلص تاسكاته وبينقلها والتفصيله دي، طب ما انا لو دخلت على جيرا هعرف كل حاجه، هعرف هم واقفين فين، الدنيا شكلها عامل ازاي. الستاند اب دايما عشان حاجتين مهمين، عشان زي ما قلت اول حاجه احنا بسملي مع بعض نقول لبعض صباح الفل والدنيا تمام. والنقطة التانية عشان لو في أي ريسك محتاجين نقوله ديوينج اليوم ده. والنقطة التالتة المهمة احنا محتاجين ايه من بعض. أنا محتاج من حويل النهاردة يساعدني في واحد اتنين، فهقول لك في الستاند اب بقول لك ايه، فضي لي نفسك النهاردة نص ساعة عايز أقعد معاك عشان واحد اتنين تلاتة أربعة أوكي. فهو it's more about alignment بيننا وبين بعض أكتر من status update. يعني اعتقد ان احنا عملنا كفر لاكتر من نقطة تخص المسميات الكتير للسكرام ماستر ويعني فكرة الناس اللي بتدير الاجايل ميثودولوجي او ايا كان اللي هي الاكشن اللي بتعمله. عايزين نتنقل شوية للسينيور. آم، السينيور الديفلوبر نفسه عنده مشكلة انه اوقات عامل الوقت عنده مهم وبيبقى مطلوب منه تاسكس كبيرة، و... وفي تاسكس بتبقى عادية، تاسكس اللي هي حرق شغل بمعنى صح. ازاي يخلي السينيور ده يمونيتور المعضلة بتاعة التايم والتاسكس ويحلها؟ يعني يمونيتور ازاي ويحل دي ازاي؟ احنا هنا بنتكلم لنفسه ولا للتيم بتاعه؟ لا، لنفسه. لنفسه اوكي. طيب لنفسه الاول انا محتاج ابقى شاطر في الديلي مانجمنت للتايم بتاعي. يعني ايه؟ يعني سيبنا بقى نكن القصه بتاعت بنصحى بدري وبنشرب اللبن والحته دي ادفايس، عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها براحتك تمام. يعني تمام. طيب انا رحت الشغل النهارده الصبح، بدأت يومي سي مثلا بالستاند اب مع التيم، عرفت الابديتس بتاعتنا، عرفت الدنيا، شفت ايه المود العام شكله عامل ازاي. بدأت أشتغل. أول حاجة هعملها لازم أول ما ابتدي أحط بلان لليوم بتاعي. فأقول أنا النهاردة عندي التاسكات واحد اتنين تلاتة أربعة محتاجة مني ديديكيشن ومحتاج أبقى فوكسد فيه، أبقى فوكسد بشكل ما ومركز فيه. وفي حاجات تانية شوية ميتينجز محتاجة بلانها في الوقت واحد اتنين تلاتة أربعة. وفي الإيميل هتشيكه في الأول وأشوف الحاجات لو في أي حد هيبلاي عليه طيب. وبعد كده هاجي اقوم مخصص لنفسي حاجه اسمها فوكس تايم. الفوكس تايم ده نصيحتي على طول يبقى اول حاجه في اليوم. فانا بعد ما اخلص الابديتس بتاعتي دي اقوم واخد لي يعني من ساعتين لثلاث ساعات دول الفوكس تايم بتوعي. الفوكس تايم دول هشتغل بقى باي كونسبت بقى، بومودو بوات ايفر الكونسبت اللي هشتغل بيه. انا هقعد ثلاث ساعات دول عامل الموبايل بتاعي سايلنت. لو انا ينفع اقعد في مكان بعيد مش في وسط الناس وبتاع هقعد. احب احط سماعه على ودني بسمع حاجه وانا شغال اوكي هعمل كده.
واركز 100% ان انا في ال3 ساعات دول ابقى مديديكيت وقتي للتاسكات دي بس. عندي اي مشكله تانية في اليوم هديها ميعادها. لو انا عملت كده انا هضمن ان انا طلعت باوتبوت في اليوم للحاجات المهمه بالنسبه لي. وبعد كده هبتدي بقى اركز ميتنجز اللي عندي شكلها عامل ازاي، التفاصيل اللي عندي عامل ازاي والتفصيلات دي. ده لو انا حاجات بتاعتي انا بس. هروح للحته التانيه اللي هي عشان كده سالتك السؤال بتاعت هي ليا ولا للتيم. طب لو للتيم بقى، آه، لو انا معايا تيم شغال او معايا ناس شغاله، انا محتاج اعمل حاجه واحده بس مهمه جدا. محتاج اعرف ازاي اديليجيت ايه واديليجيت لمين. فشطاره السينيور النهارده او الناس اللي في الليفلز بتاعه المانجمنت كمان، هتلاقيه دايما اي حد مانجر تقيل قوي او كبير قوي هتلاقيه الناس تحسه ما بيشتغلش. الناس تحسه قاعد طول اليوم ما عندوش هو حاجه بيعملها بايده. هو عنده تيم كبير وبيعمل ميتنجات كتير قوي، قاعد طول اليوم في الميتنج وهم بيتكلم كتير، بيتكلم بس ما بيشتغلش. لا، هو بيشتغل بس بيشتغل عن طريق الديليجيشن. فهو ادي يمانج تيم تاني بيديليجيت لهم تاسكس بشكل معين عشان ويسيت معاهم اكسبكتيشنز معينه عشان التاسكس دي ترجع له بالاوتبوت اللي هو متخيله. فالديليجيشن هو جزء مهم جدا في شطاره الليفل بتاع السينيور وانت طالع. لو احنا عايزين نروح السينيور برضو، في جزء معضلة عنده، وانا صراحة عايز استغل ان انت موجود عشان نتكلم في النقطة دي. حتة ال ما بينه وما بين البرودكت دايما في خلافات. اوكي. في شركات الوضع فيها بيبقى رايق، دنيا حلوة. وفي شركات لا، كأن تيم كانوا داخلين ماتش. تيم البرودكت من ناحية، والتيم الخاص بالانجينير من ما ناحية ثانية. خناقه على طول، يقول لك في الخناق خناقه حاصله. بالظبط. حل الموضوع ده ازاي؟ هو حل الموضوع ده انا من وجهة نظري هو بسيط قوي والله، بس هو الناس دايما مسميها خناقه. يعني هم الناس دايما شايفين انه في خناقه، انه احنا تو تيمز محتاجين نتخانق. محدش دايما بيفكر ان احنا وان تيم، احنا شغالين كلنا تحت مسمى شركه واحد. ولا هم عاملين الشركه مثلا اسمها كذا برودكت وكذا للانجين، يعني دول مسمينهم حاجه ودول حاجه؟ اكيد لا. لا. لان انت اصلك لو فكرت بالطريقه دي هو في خناقه ما بين السوفت وير ديفلوبر والكيو سي موجوده، وفي خناقه بين الانجينيرنج تيم والراجل بتاع السكرام او السكواد مانجر، وفي خناقه ما بين البرودكت مع اليو اكس. هو في كل حاجه هتلاقي في خناقه، بس هي الفكره انه احنا محتاجين الاول نبقى متاكدين ان احنا وان تيم شغالين مع بعض. دي اول حاجه. النقطه التانيه المهمه جدا بقى وهي دي اللي بتعمل الازمه غالبا، انه الجولز لو مختلفه، لو الجولز مختلفة بتاعت كل تيم احنا خبطنا في الحيطة. يعني ايه جولز مختلفة؟ هتقول لي ايه ده؟ طب ما هو طبيعي الجولز تختلف، ما هو برودكت بيعمل حاجة وانجينيرنج بيعملوا حاجة، شغلانتهم مختلفة عن بعض. اقول لك يس، بس هم شغالين ليه؟ اكزامبل، تعال ندي مثال. انا النهاردة الشركة بتاعتي شغالة عشان سي عايزين ندخل 100,000 يوزر، ندخل للشركة 100,000 يوزر. فالجول الكبير بتاع الشركة إن هم يدخلوا 100,000 يوزر في خلال الشهر اللي جاي ده. خلاص، فده بقى جول. طيب تعالى بقى نكاسكيد منه، ننزل تحت ليفلز بقى. الماركتنج تيم محتاج يعمل ايه عشان ياتشيف الجول ده؟ محتاج يديفاين جولز صغيره بتاعته هو از تيم انترنال تكنيكالي يشتغل عليها عشان تحقق الجول الكبير. مظبوط. برودكت هيعمل نفس الكلام، انجينيرنج نفس الكلام، نفس الكلام. طيب فبقينا كلنا شغالين عشان نعمل الجول ده، صح؟ طيب لو انا وانت النهارده قاعدين بنتكلم في اي ميتنج في اي ديسكشن، هو احنا الديسكشن دي دايه ليه اصلا؟ عشان م- نحقق الجول، بالظبط. صح كده؟ طيب فهل ده يتضاد في شغلنا او ده يخلينا نتخانق؟ لا، ما يخليناش نتخانق. احنا دايما هنبقى بنسأل نفسنا سؤال في وسط الميتنج ده: هو ده بيحقق الجول الكبير ولا لا؟ فانت هتقول حاجه هقول لك اوكي، انا اجي مع اللي انت بتقوله، بس ده هيحقق الجول اللي احنا بنقوله؟ انت عايز تعمل واحد اتنين تلاته كسوفت وير ديفلوبر وتكسباند كذا وكود كواليتي اوكي تمام، بس هل ده مانداتوري للجول اللي احنا عايزين نحققه؟ لو مش مانداتوري طب تعالى نكنه دلوقتي ونركز في الجول. وانا نفس الكلام از برودكت، ما انا مش محتاج افتح على نفسي فتح، مش محتاج اعمل بقى ديزاين لحاجات جديده وفيتشرز مختلفه وهو الشركه طالبه مننا نزود ندخل 100,000 يوزر، هندخلهم ازاي؟ فانت دايما
الاجابه سهله البسيطه، جول الاينمنت. ان احنا كلنا نبقى الايند على جول واحد بيتحدد من ناحيه الشركه وشغالين عليه. ده مش هيخلي فيه خناقه اصلا، يعني هيلغي فكره الخناقه من بابها. تمام، احنا دلوقتي كلنا على نفس الجول. انا واحد مثلا بتاع انفرا، عندي جولز تانية وجولز مهمة مش بتماتش. وواحد من الجولز دي، الجولز بتاعت اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية، نفس المثال ده مثلا انا عايز اجيب 100,000. سقطت الموضوع، اتحط عندي بريوريتي اقل. عملت بنت يعني ما هم خلصوا الجول بتاعهم الاول. بنمانج برضو الديفرنت تيمز لان احنا نشوف البروجرس بتاعهم ازاي ان هم ياتشيبوا الجول ده. في حته انت قلتها في النص، اجابه على السؤال اصلا، البريوريتيز. انت قلت في النص انا عندي جوه الانفا عملت تاسكات تانية، بس دي انا سقطتها ونزلتها lowest priority او حطيتها. ومين اللي الاين معاك الكلام ده؟ يعني مين اللي قعد معاك واتفقتوا ان انت دي هتبقى lowest priority؟ هو في الاخر معنى انه aligning الجولز ان الجول دي محطوطة highest priority في كل التيمز. فانا دايما لازم اشوفها في اعلى الكيو بتاعك. لو انت التاسكس بتاعتك محطوطة كيو تحت بعضها كده مترتبة، انا دايما محتاج اشوف دي اعلى حاجة فوق. محتاجين كلنا نبقى بنتكلم نفس اللانجوج دي، بنتكلم نفس اللانجوج بتاعت البريوريتيز. جوه كل تيم في البريوريتيز بتاعته، وفي البريوريتيز الكبيره بتاعت الشركه. فالشركه ليها ليست اوف بريوريتيز مترتبه، كل تيم بياخد منها الحته اللي هيشتغل فيها ويبتدي يحطها عنده هايست بريوريتي. تاني جزء منها بيبقى دور الناس اللي في النص، اللي هم مش في تيم من التيمز دول، الناس اللي هم بيمانجوا البروسيس عامة، او بيمانجوا البروجكت مانجمنت نفسه. شكله عامل زي جزء من شغلانه البروجكت مانجر، ان هو يتاكد ان الجول ده aligned between التيمز، وان هو يتاكد ان الجول ده محطوط هايست priority عند كل تيم من التيمز، وان هو يسال كل يوم الاسئله اللي ليها علاقه بالجول ده، عشان الناس دايما تفضل عارفه ان الجول ده هايست priority ما يقعش بقى مننا. عشان هو لو احنا ما سألناش، هو الجول ده وقع من تيم واحنا مش بنفولو اب عليهم، مش بنعرف الدنيا ماشيه عامله ازاي، والدنيا وقعت مننا، البروجكت لبس في الحيط. ممتاز. طيب، في بوينت بعد ما حطينا الجول وخلاص اشتغلنا عليه وكده، بيوصل عند الفريق في لحظة ما، أو التيم كله بيوصل، خلينا نسميها لحظة إحباط. لحظة إحباط بسبب إن الجول ما وصلش لآخر ستيب. كل واحد يعني نفترض إن إحنا عندنا 5 بيسلموا بعض، أول 3 خلصوا، آخر 2 حصل عندهم دروب. الجول بتاعهم ما خلص، الماركتينج تيم ما عملش الشغل بتاعه مظبوط. ما وصلناش للرقم، كانت الاكسبكتيشن أعلى مثلا. أم، في لحظة إحباط، دورنا إزاي إن إحنا نحول لحظة الإحباط دي بعد كده عشان نحقق جولز تانية، عشان التيم ما يسقطش مننا. لأن في شركات أول ما لحظة الإحباط دي بتيجي، خلاص الشركة كأنها كان لها جول ومش عارفة تسيت جول تاني، وخلاص شو إحنا نقفل بقى. طب خلينا نتفق الاول ان الاحباط ده طبيعه بشريه، صح؟ صح. يعني عادي جدا ان انا كبشر ممكن أو. وخليني اخدك بقى السوفت وير شويه، ونروح لرياضه بقى، اللي هي معشوقاتي التانية يعني. تمام. سيبك طبعا من الهيئة المبقلظة دي، بس هو في الآخر يعني أنا قاعد يومي أغلبه بيروح جزء منه للباسكت بول أو الرياضة يعني. النهاردة لو أنا عندي فريق بيلعب في بطولة، واتفقنا جوه الفريق ده مكون من 11 لعيب مثلا، بتوع هنتكلم كرة قدم مثلا، في 11 لعيب ومتقسمين دفاع وهجوم و هما دول في الاخر هي الشركه بتاعتي. كل جزء منهم جوه هو متقسم لتيم، ده تيم الدفاع، ده تيم الهجوم، دول خط النص، ده الجول كيبر، ده كذا. كل واحد عنده ريسبونسابيلتي معينه بيعملها وبيشتغل عليها عشان تحقق في الاخر فوز. مفيش فريق بيفوز بلعيب مهاجم او مدافع او نص الفريق، تيم بيفوز مع بعض. حلو. حطينا كل الجولز بتاعتنا او كل البلانز بتاعتنا او كل التفاصيل بتاعتنا، وجينا في الاخر خسرنا الجيم لانه الفريق التاني اقوى مننا او اشطر مننا او كان منظم عننا او كان اجهز مننا او كان معاه التولز اللي تخليه ينجح عننا. طب هنعمل ايه في بقية البطولة؟ هنبطل نلعب؟
لا مش هنبطل نلعب، احنا عندنا ماتش تاني الاسبوع الجاي محتاجين نفوز فيه عشان نكمل، عشان في الاخر الهدف كاس البطولة مش الهدف الماتش. ازمتنا دايما بتبقى انه احنا حاطين اتشيفمنت او بنقول لبعضنا انه انا لما احقق دي هاخد الميداليه، انا لما انجح في الماتش الاولاني ده احنا فزنا خلاص فلو فزنا هنسكت. لا، هو حياتك مش هتنتهي الا لما تموت، ده فول ستوب، حياتك مش هتنتهي الا لما تموت. فما تقولش انا النهارده حققت الهدف فانا فزت فخلاص هنام بقى بقيت حياتي، او ما حققتش الهدف فانا هاحبط هنام بقيت حياتي. هو انت حياتك مكمله، وحياتك دي اللي قصدي بيها في كل حاجة، انت بتنفلونس ناس كتير، انت بتأثر على ناس كتير معاك سواء في بيتك او في شغلك. لو انا النهاردة ليد وانا شغال، انا لازم دايما المسجنج اللي بيوصل للتيم شكله عامل ازاي. ما هو انا لو عليت الاكسبكتيشنز قوي وقلت لهم احنا محتاجين نحقق ده يوم الخميس عشان لو طلعنا حاجة بقى اجمد حاجة في الدنيا، طب لو ما طلعناش هنعمل ايه؟ فما تفتحش صدرك قوي وتعلي الاكسبكتيشنز قوي، وفي الاخر مش عامل حساب ان احنا ريسك بتاع اللي هو احنا لو خسرنا هنعمل ايه. طيب خسرنا، هل في بعد كده؟ يس بعد كده. انا لازم دايما يبقى عندي فيزابيليتي على الجول الكبير طويل قوي. فانا النهارده لو هنرجع تاني بقى الاكزامبل اللي كنا بنقوله، احنا عندنا تاسكايه شغالين عليها والمفروض نطلعها اخر الاسبوع ده، تاسكايه ما طلعتش وقفت والدنيا تمام. طيب هل التيم كله عنده فيزابيليتي لبقيه رود ماب اصلا شكله عامل ازاي؟ هل عارفين هي التاسكايه دي احنا بنعملها ليه؟ هل عارفين التاسكايه دي الامباكت بتاعتها على بقيه الشركه شكله عامل ازاي؟ فانت دايما الاين الناس على رود ماب الكبيره مش الصغيره. الصغيره هي الدي تو دي بتاعتهم، خلي الناس تبقى الايند على الجول رود ماب الطويله الكبيره. ده بيتطلب ليفل اوف كلايتي بشكل مختلف جوه الشركه، ليفل اوف فيزابيليتي بشكل حلو، ان انت دايما تواعي التيم انت بتعمل ايه ونجاحاتهم بتعمل ايه، ولما بنخلص كذا بنطلع ايه ولما ما نعملش بنطلع ايه. والنقطه الثالثه اللي احنا قلناها انه الإحباط طبيعة بشرية، وإحنا بشر شغالين مش ماشينز، إحنا بشر شغالين، فالطبيعي إن إحنا نغلط، ولازم إحنا نعرف نشيل أخطاء بعض إزاي. فأنا النهاردة عملت الشغل اللي عليا بس حويل ما كانش في المود فما طلعش. أوكي يس، ما هو الآية هتتعكس بكرة وحويل هيبقى بيعمل اللي عليه وأنا مش هطلع. فما ينفعش نقف لبعضنا على الحاجات بقى الرفيعة. أهم حاجة في الموضوع نعمل القص ايه بتاع روت كوز بتاع هو احنا وقعنا ليه، عشان قدام مش عشان اللي فات، مش عشان نلوم بعضنا، عشان نقول اللي جاي هنمشيه احسن ازاي. فاحنا دايما لازم نستغل الفترات بتاعه الغلطات اللي حصلت دي عشان نطور بيها نفسنا ونسيب قدام الدنيا هتمشي عامله ازاي. فبالتالي التيم مش هيبقى بيحبط لو هو دايما شايف ان الناس بتقدر اللي بيعمله، بتقدر الشغل اللي بيعمله، بتابريشيت الحته دي. ده اكتر حاجه او اكتر جزء مهم جدا ان هو يشوف ابريشيشن بشكل ما على اللي هو بيطلعه عشان يعرف يكمل. احنا اتكلمنا كتير في البوينت دي، بس انا عندي نقطة عايز اكومنت عليها، وهو ان انا شايف ان خلق الدوافع آه، ده بالنسبة للمانجرز كمان. احنا حالا بنتكلم عن المانجرز. خلق الدوافع للتيم عملية بتبقى صعبة، ان انت بيكون هو لسه خارج من اكسبكتيشن معينة ما اتحققتش، وبتحاول تخلق له دافع جديد علشان تقول له خلي بالك استنى، ما تعالى نرجع للرود ماب الكبيرة، ده احنا لسه عندنا ماتش تاني هنبدأ فيه، سي فيتشر اكس، احنا لسه مخلصين فيتشر A وما ظبطتش، احنا دلوقتي اتنقلنا على فيتشر اكس ولسه عايزين نشوف الاتشيفمنت بتاعها عامل ازاي. آم، عشان يدخل عليها الفيتشر الجديدة ويدي بنفس القوة اللي اداها لي في الفيتشر الأولى، أعتقد ده محتاج جهد كبير شوية. هو محتاج جهد ومحتاج شطارة، محتاج الاتنين. انا اديت اكزامبل ليه على فريق الكورة، لانه الناس دي بتلعب ماتش كل 3 ايام، 3 ايام. فهو كل 3 ايام بالنسبة له في سبرنت خلص وفي سبرنت هيبتدي، مم. مش شهرين بقى ومش 3 اسابيع ومش شهر، 3 ايام. انت متخيل يعني ايه سبرنت 3 ايام؟ مم. 3 ايام يعني بلاننج، احنا قاعدين بنعمل بلاننج للتيم. انا بحكي تفاصيل بقى في شغل انا الناحية التانية عشان اقول لك هما ليه قريبين من بعض.
فاحنا بنقعد بنجهز بلان، بنجهز فيديو ميتينجز عشان التيم اللي احنا رايحين نقابله. دي بالنسبه لنا في السوفت وير بلاننج. انا بجهز اهو، قاعد ببلان انا هعمل ايه، هلعب بخطط ايه، هشتغل على مين، هشتغل على ازاي، هبالانس الايفورت بتاعي والجهد البدني بتاعي ديوينج الجيم، ازاي اطلع مين امتى، وروتيشن بلان بتاعت اللعيبه، مين هيطلع امتى ومين هينزل، تفاصيل كتير قوي انا بجهزها في البلاننج. وبعد كده بدخل اكسكيوشن اللي هو الجيم، بلعب الجيم بتاعي، بعمل كل الاكسكيوشن بقى فيزز، وبعمل الدي تو دي بتاع، بعمل كل دقيقه بدقيقه الدنيا ماشيه عامله ازاي بستيتس ابديت. في ناس الجهاز كبير، في الجهاز الفني كبير، كل حد بيجي يديني معاه معلومه في ودني، بروح انا المدير الفني اقول له في ودنه كذا، محلل اداء بيقول كذا، مدرب عام بيقول كذا، كل دي ستيتس ابديت بفيزابيلتي احنا شايفينها. وبعد كده بنيجي ناخد بريك، الشوط الاول خلص، في الشوط الثاني فبنقوم داخلين في النص عاملين ايه، سينك ميتنج، صح؟ انهم عاملين سينك ميتنج كده، تشيك بوينت، احنا وصلنا لفين، عملنا ايه، حققنا ايه الكوارتر الاولاني، الشوط الاولاني هنحقق ايه الكوارتر الثاني او الشوط الثاني، وخلصنا. بعد ما بتخلص الماتش فزت او خسرت، بتقعد تعمل ريتروسبكتيف بتاع احنا عملنا ايه غلط الماتش اللي فات، عشان نبتدي نخش في الماتش الجديد بقوة، وحققنا ايه وعايزين نعمل منه ايه. فهو زي ما انت بتقول هي جهد، بس هي اكتر منها شطاره مش جهد. ست كلي اكسبكتيشنز مع التيم، ما تعليش قوي ما توطيش قوي، عشان لما تفوز تبقى بتفوز على قد الاكسبكتيشنز دي، ما تبقاش او بتفرح على قد الاكسبكتيشنز، ما تبقاش عامل فرح كبير قوي، فبالتالي لو جيت بعديها ما سلمتش فتقول انا عملت مصيبه سوداء. والعكس، خسرت مش هحزن قوي، ما انا نسيت اكسبكتيشن، مش هحزن اموت نفسي عشان لما اجي داخل التاسكايه الجديده ما يبقاش فيه احباط والتيم فانا بدي اكزامبل على فيها رياضه، لان هم هو الناس دي كل بتشتغل ثلاث ازاي، ايام الناس دي كل 3 ايام ازاي بيدخل الجيم في ماتش. الجديد ده عايز يفوز. طب لو الراجل ده قعد يخسر طول الدوري، ده كده خلاص، كده هو ما كانش عنده مقياس اصلا. صح؟ انت بتقول ما كانش عنده مقياس، بس اللي انا قلت لك انه في فئة ممكن تقعد تقسط طول الدوري، ويجي في اخر 3 ماتشات تلاقيه عمل باور فظيع خلاه يفوز ال3 ماتشات، يقوم حاطه في الفاينل، والراجل ده جه من حتة بعيدة جدا. مم. فهو دايما، عشان كده بقول الحياة مش هتنتهي غير لسه بعيد قوي، والله لسه زمن طويل قوي. فانت لو خلصت السنة دي، ما انت عندك السنة اللي جاية جولز جديد وكوارتر جديد وشغل جديد محتاج تعمله، فهي الدنيا مش هتنتهي. عشان كده بقول لك كوميونيكيشن جزء منه، ان انا اسيت لي اكسبكتيشنز مع التيم بتاعي، ولا اعلي قوي ولا اوطي قوي، واعرف ازاي ابريشيت امتى، واعرف ازاي اسليبريت امتى، واعرف ازاي لما اقع اقوم وبلد عليها، وزي ما انت بتقول اخلق لهم دوافع جديده لحاجه جديده يشتغلوا عليها. ما تخلصش دايما الدوافع بتاعتك في اول جيم، ما تخلصش دايما كل الحاجات اللي يقول لك دايما ياما في الجواب يا حاول. مم. يعني دايما خلي الجواب بتاعك فيه حاجات مليان. جديده تطلع في اوقات الاخفاق. شطاره على فكره التيمز الشاطره قوي اللي بتعرف تمانج الاخفاقات، مش بتعرف تمانج النجاحات. مم. بتعرف تمانج لما بيخفق، لما بيخسر بيعمل ايه. يقول لك دايما الفريق الشاطر اللي بيعرف فعلا يلم بعضه وقت الخساره مش وقت الفوز. صح. عشان كده الاهلي بيفوز على طول. بتخانق كده في براحتك بقى. مش عايزين ندخل الاهلي والزمالك في الموضوع، عشان ايه؟ يعني انا اهلاوي بحب الزمالك عادي، والدي الله يرحمه كان زملكاوي، الله واخويا يرحمه. زملكاوي، واصدقائي كلهم زملكاويين، بس انا يعني الاهلي مؤسسة، الله. بحب انا المؤسسات. اهلاوي. ما انا عارف، بس مش عايزين نتخانق مع بقية الناس يعني. انا كنت مجهز سؤال وانت يعتبر جاوبت معظم الاجابه بتاعته. بسهل انا بجاوب سهلت على عليا طول. الدنيا خالص. بس احنا في السوفت وير احنا عندنا مقياس كوارتر. ازاي اقيس ان البروسيس اللي انا ماشي عليها دي نجحتني الكوارتر ده؟ انا مش عايز اجاباتي كلها تبقى مطاطية، يعني انا دايما هتلاقي الاجابة شبه بعض، بس هو في الاخر هو بيزد على هو انت الجول بتاع الكوارتر كان ايه، يعني انت كنت حاطط جول للكوارتر اوله شكله عامل ازاي. يعني سي مثلا، هل احنا كنا متفقين الكوارتر ده على ليست اوف فيتشرز محتاجين نطلعها، ادي رقم واحد. طب هل احنا كنا متفقين على بيزنس جول بشكل اكبر شويه، هنسكيل مثلا، هنكبر، هنعمل حاجه في الماركت بامباكت شكله مختلف ولا لا. عشان بعد كده انا محتاج اقيس على الجول اللي انا حطيته ده، محتاج ابقى رياليستيك، يعني مش محتاج اجي اخر الكوارتر اقول احنا كنا جامدين قوي. جامدين بناء على ايه؟ يعني لما تقول لي جامد، جامد بناء على ايه؟ مم. جامد ده عشان بتطلع شغلك في ميعاده انت كده جامد.
جامد ده عشان بتطلع الشغل بالكواليتي اللي احنا متفقين عليها، انت كده جامد. طب اقول لك حاجه، هو انت لو بتطلع شغلك في ميعاده وبالكواليتي اللي احنا متفقين عليها، انت كده مش جامد، انت كده بتعمل شغلك. ايه مم. الفرق بينك وبين اي موظف؟ الفرق بينك وبين اي موظف ان انت شغلانتك ان انت تبدع. شغلانه الديفيلوبر دي، هم بيسموها ديفيلوبر ليه؟ تطوير. تطوير، مطور، هو بيطور دايما. فشغلانه التطوير دايما محتاجه سنه اكسترا ايفورت. في فرق بين اكسترا ايفورت واكسترا اورز، عشان الناس مش فاهمه دي. اللي هو اكسترا ايفورت انت بتطلب مننا نقعد نشتغل وقت اكتر، لا مش وقت اكتر. محتاج ابقى بوك سمارت وبحط ايفورت في الحاجات اللي تساعدني قدام. يعني ايه؟ يعني لو انا بعمل النهارده مانوال ووك كل يوم بياخد مني 3 4 ساعات، اوتوميشن بيعمل ايه؟ الاي اي الجميل بتاعنا بيعمل ايه؟ ما الحاجات دي بتدخل عشان تساعد في ايه؟ تسرع لي الوقت وتطلع لي نفس الكواليتي اللي انا بطلعه، وممكن في اوقات بتبقى احسن شويه. وتسرع الوقت عشان انا استغل الوقت ده ان انا امبروف بقى، اطور، اطلع حاجه تانية. فانا هنا هرجع تاني للكوارتر نفسه. انا بناء على الجولز اللي انا اي سيتد اول الكوارتر، انا وانا بسيت الجولز دايما بسيت الميتريكس جنبيها اللي بتقيس نجاح الجولز دي. فما ينفعش اجي اول الكوارتر اقول دي الجولز بتاعتنا واسكت. لا، انا لازم اقول دي الجولز بتاعتنا وهننجح فيها ازاي، وامتى نقول ان احنا ما نجحناش. فلازم احط دول من الاول. ليه بقى؟ لان انا هروح اقعد وان اون وانز مع الناس، فلازم اطلع من الجولز دي كي بي ايز بتاعتهم بتاعت الكوارتر ده. لازم الناس تبقى الايند بالكي بي ايز دي وعارفه الاكسبكتيشنز منها ايه، عشان لما اجي اخر الكوارتر ابتدي اقيس بالميتريكس اللي انا حاططها دي، اشوف احنا الجول الكبير وصلنا فيه لفين، وبالتالي هنزل لواحد واحد من دول اقول له الاكسبكتيشنز اللي كانت معاك واحد اتنين تلاته، فاحنا حققنا منها كذا، ما حققناش كذا، محتاجين نشتغل على نفسنا في كذا. يبقى انا هنا كمان بطور. فهو فايده الكوارتر جولز الكبيره قوي مش بس ان انا بسيت جول عشان الكوارتر، انا كمان بظبط الديلي بتاعت الناس، الدي تو دي بتاعت الناس. بظبط البلانز بتاعتهم هم كمان يشتغلوا في ايه، سواء على الناحيه البيرسونال او السوفت سكيلز او الحاجات اللي ليها علاقه بالتكنيكال سكيلز. فكل الحاجات دي بتكسكيد منين؟ من الجول بتاع الكوارتر اللي انا بجيبه، من الجول بتاعت السنه اللي انا بجيبه، من الجول بتاعت الشركه. الحاجات دي كلها لازم تبقى طايت ببعضها. احنا جينا دلوقتي في مرحلة ان احنا حققنا الجول، وفي نفس الاستمس تايم بتاعتنا، وكل الشركة عملت الشغل بتاعها. بس في لير، مانجمنت لير، بيتكلم مع ستيك هولدرز. الستيك هولدر مش فاهم فاهم المشكلة، تكنيكال، مش اه. فاهم تكنيكال خالص. امم. آه، المفروض نتعامل معاهم ازاي ونوصل لهم الفكرة بتاعت بقى من اول بقى السايكل تايم لغاية ما الاتشيفمنت اللي المفروض يحصل في الوقت الفلاني ديبند على كذا. سواء بقى احنا حققنا الجول او ما حققناهوش، الكوميونيكيشن ما بين الستيك هولدرز مش تكنيكال وما بين المانجرز. حلو أوي. انا هسأل سؤال، هو خط النص في الفريق بيعمل ايه؟ بيوصل من الدفاع يبني الهجمة، يبني بيجيب الهجمه. من الدفاع بالظبط. يدي بالظبط. الهجوم. المدافع مش بيعرف يجيب جون، والمهاجم مش بيعرف يدافع. فدايما بيبقى في حد في النص بيعمل الترانزيشن فيز، اللي هي بينقل الكلام اللي جاي من الدفاع يترجمه ازاي للهجوم، يترجمه بسهو شكله حلو، يترجمه بباصة يفتح فيها للجناب عشان يفتح الملعب، وات ايفر الطريقة. لو هروح للسوفت وير، هو دايما في ليفل لير كده في النص بيسموهم الترانسليتورز، المترجمين. الناس دول وظيفتهم ايه؟ الناس دول عندهم الملكة بتاعت ان هي تفهم تكنيكال، هو فاهم تكنيكال واشتغل سوفت وير، فيعرف يروح يتكلم مع سوفت وير ديفلوبر. فلما يقول له في مشكلة النهارده في الانفايرمنت حصلت فما لحقناش نخلص عشان الانفايرمنت وقعت، فهو فاهم دي كويس. فهيروح الناحية التانية يتكلم مع البيزنس، فهو مش هينفع يقول له الانفايرمنت وقعت فاصل مش، ما هو الراجل التاني مش فاهم. فهو دايما الترانسليتور ده وظيفته ان هو بيفهم تكنيكال، وفي نفس الوقت بيروح يفهم النيدز بتاعت كل ستيك هولدر. هو كل ستيك هولدر عامل ازاي؟ يعني ايه؟ يعني هل انا الكلام اللي انا هقوله للسي او زي اللي هقوله للسي تي او زي اللي هقوله للراجل بتاع الفاينانس زي؟ لا طبعا. كل واحد منهم هو عنده نيدز معينة عايزها من البروجكت ده. فانا لما باجي ايبورت الستيتس بتاع البروجكت ده، لازم بايبورت الستيتس
بيزد على النيدز اللي الراجل ده عايزها. فانا هروح للسي او اقول له كلام، هقول للسي تي او كلام تاني خالص، للسي اف او كلام تالت خالص، بس هم كلهم نفس المعنى. مش هكذب عليهم يعني، مش هروح لده اقول له حاجه وده حاجه، لا، هم كلهم بيوصل لهم باللانجوج بتاعتهم. بس في الاخر انا جايب الكلام ده من التكنيكال تيم. فهو دايما دور مهم قوي بتاع اللاير بتاع المانجمنت اللي في النص ده، سواء بقى حسب طبعا السكيل بتاع كل شركه. اللاير ده ممكن يبقى لاير كبير جدا، يبقى فيه تيك ليدز، ويبقى فيه مانجرز وسينيور مانجرز وفي بيز ومش ودايركتورز، وفي حاجات كتير قوي. وفي شركات تانية بتبقى على قدها شويه، فهم عندهم مانجر وديفلوبر واحد قاعد في النص ما بينهم، فهو الواحد ده دايما هو الترانسليتور. مم. فهو دايما جزء مهم قوي من دور الناس اللي في الليفل بتاع الميد مانجمنت ده والمانجمنت دي، انه يبقى عارف يفهم النيدز بتاعت التكنيكال تيم ويتكلم معاه باللانجوج بتاعت التكنيكال، وفي نفس الوقت عارف يفهم النيدز بتاعت البيزنس تيم او الناس بتوع المانجمنت او بتوع التوب مانجمنت مثلا، وعارف يتكلم معاهم بنفس اللانجوج بتاعتهم. عشان لو انت شلت الشخص ده من النص، الناس دي مش هتعرف ما تتكلم بعضها، وهيفضل دايما في خناقه، ويفضل دايما احنا مش بنسلم، لا انتوا اصل احنا ما خلصتوش، طب ما هي انت دخلت سكوب مختلف، يعني ايه سكوب احنا مش فاهمين. انت بتتكلم لغات مختلفه كتير قوي، اكنك واحد صيني وواحد عربي بيكلموا بعض. لا، هات دايما جوجل ترانسليتور في النص يحل لك الدنيا بس. يعني معظم مشاكل الستارت ابس اللي لسه بتبدأ ممكن تتحل لو هو الستيك هولدر نفسه فهم ان هو محتاج يجيب حد بيعرف يتكلم معاه، بالظبط. محتاج يجيب حد بيفهم تك بس بيعرف يتكلم معاه، مش يجيب سينيور على طول مثلا ويتواصل معاه ويبقى طب يقول له اعمل ده فتمام يقول له ماشي، فهو السينيور فاهمها بوي مختلفة طبعا عن اللي انا هو انا بيقوله. ممكن اقعد في فريق الكوره اجيب رونالدو وميسي واجيب مهاجمين كتير قوي، ناس لعيبه كتير قوي، بس انا مش عارف اديهم. فهو دايما لازم اجيب الشخص اللي في النص اللي يعرف يترجم كلامي للناس دي، للنجوم دي، عشان تشتغل. فهو السينيورتي ليفل كويس، وهجيب ليفل ناس شاطره كتير قوي، بس في الاخر هدي الناس الشاطره دي ازاي؟ هي دي الشطاره، هدي الناس دي انها تطلع شغل ازاي، وكمان هيفهموني ازاي، وهيفهموا النيدز بتاعتي شكلها عامل ازاي. فهو دايما زي ما بقول، ترانسليتور اللي في النص ده اللي بيحل ازمه اي ستارت اب النهارده. والله يا حبيبي انا اتبسطت معاك، انا مبسوط ان انت اخر حاجه قلتها ما قلتش باشمهندس فيها، فقلت ياسر على طول، فدي حاجه بسطتني ان احنا سؤال الحلقه الحمد لله يعني شلنا كل كلمه باشمهندس من النص. اتبسطت ان انا كنت معاك النهارده، عارف ان احنا كنا محتاجين فوق الساعه دي 35 ساعه كمان عشان هجيبك يعني تاني، نحاول نكفر هنيجي حاجات تاني تانية ان وهنقعد شاء نتكلم الله، تاني. ان شاء الله اكيد انا تحت امرك يعني وتحت امر الناس. بس حقيقي مبسوط ان انا يعني قعدت معاك النهارده. زي ما انت تقول انت استفدت، انا كمان يعني استفدت منك. ماشي. استفدت وعامة في الشغل انا بستفاد من الفايبس بتاعتك على طول، انه في على طول طاقة، بالذات لما بتبقى جاي بتضحك كده ومساح شعرك وبتاع وبتست قوي. ف... قليل أوي. فبس شكرا والله للوقت اللي قضيناه ده، واتمنى ان شاء الله الناس تكون يعني استفادت بشوية المعلومات دي يعني. فشكرا لك يا حبيبي. شكرا لك يا شكرا. ياسر. شكرا لكم، احنا كده وصلنا لنهاية حلقة جديدة في وقت الريترو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. عرفونا الفيدباك في الكومنتس في اليوتيوب او فيسبوك او لينكدين او تيك توك. آم، عرفونا برضو ايه اللي انتم محتاجين تعرفوه في الحلقات الجاية. لو في حد عنده ضيف محتاجين ان احنا نستضيفه علشان هو يأثر في الناس ويحل لهم مشاكل هم محتاجين ان هم يسمعوا حلول المشاكل دي. عرفونا. في النهاية نشوفكم بحلقة جديدة في وقت الريتم.